اللي يخلي مدرب يوصل لاعب انه يفكر يعتزل وهو لسه 19 سنه؟ من كام ساعه كده كان في مباراه ما بين المنصوره والمقاولين العرب في دوري الدرجه الثانيه، والمقاولين كان كسبان المنصوره 3-0، وفي الدقيقه 59 المدرب علاء نوح لقينا انه بيعمل تبديل وبينزل اللاعب احمد شاهين اللي عنده 19 سنه، عشان بعدها ب 10 دقائق بس وتحديدا في الدقيقه 70 مفاجاه كلنا ان المدرب بيعمل تغيير تاني وعاوز يطلع اللاعب اللي هو احمد شاهين اللي لسه نازل من شويه، مع اعتراض اللاعب على الخروج ونرفزته وعصبيته لدرجه انه وصل انه كان بيعيط وهو طالع، ولاعيبه المنصوره والمقاولين بيحاولوا ان هم يخففوا عليه. الجهاز الفني للمنصوره حاول انه يهدي اللاعب عشان العصبيه ما تفرطش منه، لكن بعد ما كان خارج من الملعب خالص فلت منهم ورجع تاني على الدكه عشان يعتدي على المدير الفني. تصرف غير لائق من اللاعب، اللي بالمناسبه اداره المنصوره طلعت بيان من شويه وقالت ان هي وقفت اللاعب وحولته للتحقيق وجددت الثقه في المدرب. شفنا اخوك كبير اللاعب محمد شاهين لاعب المصريه للاتصالات اتكلم عن الموضوع ده واعتذر لجمهور المنصوره على اللي حصل، وقال ان اصلا المدرب ده جه على اخوه كتير قبل كده. بس نيجي بقى للنقطه الاهم، انت